احلى متابعين في كل مكان، اتمنى انكم تكونوا بافضل حال. طبعا في الفيديو الاخير كنت كلمتكم عن مسلسل اقدار الزواج، وكنت عرفتكم الاحداث الاخيره اللي نزلت، هي ان ريا وباراتشي تشاجروا مع بعض، وان باراتشي اعطت كف لريا بسبب كلامها وتجريحها المتواصل، وانها كمان بسبب اعمالها رامبير تعرض للحادثه دي. وطبعا قلت لكم ان في شخصيه انضمت للمسلسل هتساعد كمان باراتشي. الشخصيه دي كانت جميله جدا، ولكن حابه اعرفكم اخر الاحداث اللي نزلت واللي متوقع انها تنعرض غدا. باراتشي كانت بتقول انه رامبير اتى لينقذها، وطبعا هي بتحمل نفسها الذنب لان رامبير تعرض للاصابه بسببها. وسوجاتا اللي هي كاجول بفضلها هتغطي النار، لانها كانت بتتحدث مع الكاهن باراتشي، هتغطي النار عشان كانت هتنطفي. وطبعا ساجاتا كانت بتطلب منها انها ما تفعلش كده وما تنهارش، وانها تفضل مساندة نفسها عشان رامبير. وطبعا رامبير كان بيوجه تساؤل لباراتشي لانه خلاص استعاد وعيه وبقى بصحة افضل وبصحة جيدة عن الأول. كان بيسأل باراتشي كانت ماذا تفعل هناك مع سيد. باراتشي كانت بتقول كمان إن فقط يومين على إظهار الحقيقة، وإن الوضع هيستغرق منها فقط يومين عشان تقول الحقيقة أمام الجميع. طبعا التهديد ده كانت بتقوله لريا، وطبعا هي مقررة إنها تخبرهم بإن ريا كاذبة. وطبعا ريا كانت بتتحداها وبتقول لها خلينا نعمل كده. وطبعا باراتشي قالت لها في يومين افعل ما استطيع وسافعل ما بوسعي. طبعا ريا مش هتستسلم لان كلنا عارفين افعال ريا. ولكن كان في صور نزلت كمان ان في مقاطع فيديو لبالافي كانت بتحتضن باراتشي. هل تتوقع انها ممكن تكون عرفت الحقيقة ولا لا؟ كمان حابة اعرفكم ان الممثلة اللي انضمت اسمها كاجول لمسلسل مكانك في القلب هو القلب كله. سبب انضمامها هيكون ضيفة شرف في عدد من الحلقات، وطبعا الظهور ده للترويج لفيلمها الجديد. ده يا حبايبي الاحداث اللي نزلت بخصوص حلقة غدا، اتمنى الاحداث تنال اعجابكم. كمان حابة اعرفكم ان اليوم عيد ميلاد ريا اللي هي ملقبة بتينيا ديدي. طبعا هي بالرغم من انها غتيتة في المسلسل الا انها خلف الكواليس شخصية رائعة جدا وشخصية مقبولة جدا وفكاهية جدا. وبكده يا حلوين اكون وصلت للنهاية. اتمنى الخبر يكون عجبكم واشكركم على المتابعة.